السلام عليكم متابعين ديالي، لاباس عليكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم مع فاطمه زرع ام ماير. اليوم غادي نتقسم معكم هاد لاغوسيت عباره عن شوسو ملح اللي سبقني من قبل. هاد العجين المورق شاركته معكم من قبل. هنا غادي نقطع الشوسو ديالي بهاد القطعه كما كتشوفوا معايا دائريه بهذا الشكل. غادي نقطع الشوسو ديالي بهذه الطريقه كاملين. وهنا كناخذ هاد القطعه صغيره حتى هي دائريه، وكنحيد هذاك الوسط بهذا الشكل. هاد العجين غادي نقسمو على جوج. واحد الجهه غادي نحيد لها الوسط بهذه الطريقه، واخرين غادي نخليهم عاديين بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. الفيديو راه شرح نفسه. هنا البنات عندي بيضه، كتخلطوا واحد البيضه صافي باش كدهنوا العجين ديالكم صافي، وكتحطوا دائره اخرى فوق منها باش العجين ديالنا كيلتصق مع بعضه. كنوضعوا 3 ديال القطعات البنات. القطعه الاخيره هي اللي كتكون فيها ثقبه من الوسط بهذه الطريقه. كما كتشوفوا معايا هنا كنوضع البيض، كندهنها بالبيض وكنلصق الدائره ديال العجين الثانيه، وهنا كنزيد الثالثه اللي هي فيها ثقبه من الوسط. كنستمر على هاد الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال العجين المورق اللي عندي كامل. هاد العجين راه سبق لي وحطيته معكم في القناه من قبل. كنحتفظ به في المجمد مي كنبغي نوجد به المملحات، كنجبدو على ساعتين او 3 ومن بعد كنخدم به عادي. ان شاء الله دابا نحط معكم جميع المملحات اللي كتحضروا بهذا العجين المورق. اليوم وجدت معكم هاد لي شوسو صافي. هنا البنات كندهنوا بالبيض من الوجه ديالو صافي، وكندخلوه للفرن، والفرن ضروري يكون سخون صافي. من بعد ما يطيب ما كيطيب كيجي على هذا الشكل، راه كيجي خفيف خفيف البنات ومقرمش. وهنايا البنات غادي نصايب معكم الحشوه ديال الشوسو اللي غادي نعمر بها الشوسو. هنا عندي مقله وضعت فيها ملعقه واحده كبيره ديال الزبده، وعندي هنا كروبط مقطع صغير صغير ضفته
في المقله الزبده. كنبلانشيه، ضفت له الكوزه محكوكه، وضفت له شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الثوم بودره صافي، وبلانشيتو شويه مع شويه ديال الملح صافي، وحيدتهم فوق النار. هنا مع الكريمه وضعت ملعقه واحده ديال نشا الذره مع كاس ديال علبه ديال الحليب، وزدت شويه ديال ترطقه صغيره ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الكوزه محكوكه، شويه ديال الثوم بودره صافي، وضعتها فوق النار ومع التحريك المستمر. من بعد تكونت معايا كريمه كيف ما كتشوفوا معايا. حيدتها من فوق النار وضفت لها ملعقتين ديال الجبن الجبلي صافي، وحركتها مزيان مع الكريمه، وقسمتها لجوج كيف ما كتشوفوا معايا. القسمه الاولى وضعت لها الطون كيف ما كتشوفوا معايا، لاطه واحده ديال الطون من بعد ما حيدت لها داك الزيت ديالها. والقسمه الثانيه ضفت عليها هذاك الكروبط اللي عندي مقطع صغير من بعد ما بلانشيتو صافي. هنا ندخلو في هذاك الثقوب باش ما كيبقاوش منفخين صافي، باش كنعمر لي شوسطو ديالي بكل سهوله صافي. وهنايا البنات راه كنعمر في لي شوسطو ديالي كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. الحشوه الاولى اللي فيها الطون، هاد الحشوه هذه فيها الطون يعني بلوغو مختلف، والحشوه الثانيه ديال الكروبيت حتى هي كتجي لوغو ديال عاوتاني مختلف. وهيدا كنكونوا غيرنا شويه صافي. هنا غادي نعمرهم كاملين البنات بهذه الطريقه صافي، وغادي ندوز غادي نزينهم. انا هنا اختارت نزينهم بالبقدونس والاوراق ديال البسباس، الجبن كما كتشوفوا معايا. لي شوسطو ديالي كيجيو على هذا الشكل. كان هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا بزاف على حسن المتابعه، وشكرا على التعاليق الرائعه اللي خليتوا لي في الفيديو السابق. كنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق الرائعه اللي كتحفزني اكثر واكثر نحط لكم كل ما هو جديد. وشكرا بزاف على حسن المتابعه. نتلاقاو فيديو جديد قريبا مع فاطمه زهراء أمير. باي باي.